للأسف أنا أقولها بكل أمانة أن الوزارات في الدولة تحولت إلى سلطة فردية وملكية خاصة لبعض المسؤولين. أنا ما أشير للأخ الفوزان، أتكلم بشكل عام. أتكلم بشكل عام. طيب. لقيت داخل وهذا الأمر يجري أيضا في بنك التسليف، ولكن راح التفت له الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده وسيرى الشعب الكويتي. قسما بالله أي شخص مس المال العام في الجهات اللي أنا تابع لها قسما بالله ما أتسامح وياه ولا يمكن أسمح له. مال الشعب الكويتي محفوظ بما أمرنا الله فيه سبحانه وتعالى ووفقا للدستور، وهذا النهج لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذا النهج لسمو الرئيس، وهذا النهج لكل مواطن شريف. لن أسمح بأن إلى الآن أقول لك من المآسي اللي صايرة في أحد الجهات قيادي يحرض الموظفين لا تروحون للوزير، قيادية ثانية تقول أنا ما أروح للوزير. محاولين يسوون لوبي علشان ليش يسوون لوبي القياديين، بعض القياديين لأن لو شغلهم نظيف ما حاولوا يسوون لوبي. لكن ترى أنا أقول لهم وهم يعرفون، أنا أوصل لهم رسالة وهم يعرفون حدودكم. قسما بالله أي مواطن كويتي يجيني يشتكي ولا يذل على باب مسؤول، قسما بالله لن أسامح هذا المسؤول حماية لهذا الشعب اللي أذل للأسف على باب بعض المسؤولين في بنك التسليف ووزارة الإسكان.